وعشان تقريبا كلنا زهقنا من الكنافة التقليدية، دي طريقة مختلفة ولذيذة للكنافة هتعجبك قوي قوي قوي، وهتبقى سهلة وبسيطة كمان. تقدري تعملي منها كمية وتخليها عندك موجودة في التلاجة. ادعيلي بس لما تجربيها. يلا نبدأ، بسم الله ونصلي على سيدنا محمد ونشوف هنعمل ايه في فيديو النهاردة. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده، هجيب الكنافه احطها في الفريزر حوالي ساعتين 3، وبعد كده ابدا ان انا اكسرها، بتبقى اسهل وابسط في التكسير بكتير. وطبعا سامحوني واعذروني كتير على صوتي، لان صوتي رايح جدا جدا، ومش عارفه ان انا اتاخر عليكم في الفيديوهات اكتر من كده. فزي ما انتم شايفين كده هنكسرها، وبعد كده هنبدا ان احنا نعمل لها التشريبه بتاعتها بتاعت السمنه. هعملها لكم بطريقه حلوه قوي هتخليها ما تاخدش كميه سمنه كتيره. زي ما انتم شايفين كده هنخلص كل التقطيع بتاعها. هجيب كوبايه صغيره من السمنه، اقل كمان شويه من الكوبايه الصغيره، وهو ده الكميه اللي احنا محتاجينها. الطريقه دي تقدري تعمليها على العين بتاعه البوتاجاز من فوق، وتقدري تعمليها في الفرن، لكن الطريقه بتاعه الفرن اسهل وابسط بكتير بكتير من ان انتي تعمليها على البوتاجاز من فوق. بتاخد وقت كتير ومجهود، وبتبقى صعبه قوي، وبتبقى يعني بجد متعبه. بس اهم حاجه عشان تاخد معاكي لون حلو قوي في الفرن، هتحطي 3 معالق كبار من السكر، وما يبقاش سكر اللي هو الخشن بتاع التموين، يبقى سكر ابيض، سواء شارياه من بره اللي هو بيبقى متكسر خفيف شويه ده، او ان هو يبقى سكر بودره. طبعا سكر بودره احسن، بس مش موجود بتحطي السكر الابيض اللي بيبقى الحبايه بتاعته ناعمه، ما بتبقاش الحبايه بتاعته خشنه. وده هيفرق معاكي ان انت لما تدخليها الفرن تاخد لون حلو على طول، مش هتاخد معاكي وقت كتير في الفرن، وهتاخد كلها لون حلو، مش هتاخد من فوق بس او من تحت بس لون حلو. فالسكر بيفرق معاكي قوي في اللون بتاع الكنافه. وطبعا ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه، هتلاقي وصفات كتير تعجبك باذن الله. انا زي ما انتم شايفين كده برش بالمعلقه السمنه، ولازم السمنه تكون سايحه ما تبقاش سخنه، اهم حاجه تبقى سايحه. وتبداي ان انت ترشيها كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده تقلبي. لو حطيتيها كلها مره واحده وقلبتي، هتلاقي اجزاء كتير من الكنافه يعني حتت في كنافة أخدت لون أو أخدت سمنة، وحتت تانية لأ. أو مهما هتحاولي تفركي فيها أو إن انت تدعكيها مش هتاخد لون. فبالمعلقة أو بأي حاجة بترش كده السمنة، هترشي السمنة وبس. بعد ما هتخلصي اللي انا قلت لك عليه ده، هتبداي ان انت كده تفرفتيهم، تاخدي كل السمنه اللي في الكوبايه، وبعد كده تدخليهم بقى كلهم في بعض. بس الحركه بتاعه المعلقه او بتاعه اي حاجه بترشي بيها السمنه دي هتفرق معاكي قوي. بس صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، عشان حاجتكم دايما يبقى فيها بركه. بس خلصنا كده، وهنلف الكنافه كويس قوي. بعد كده هنبططها ونكبسها حلوه قوي في الصينيه. لازم تكبسيها كويس، لو ما اتكبستش كويس هتبقى من جوه مش متحمره، هتبقى من بره بس متحمره ومن جوه لا. ودي الطريقه اللي هتبسط معاكي، بدل ما تفضلي واقفه 3 4 ساعات على العين البوتاجاز وتقلبي بقى، وحتت تتلسع وحتت ما تتلسعش. كده هتحطيها في الفرن، هتقعد معاكي نص ساعه. اهم حاجه ان انت وانت حطاها في الفرن، الفرن عندك لو بيشتغل من فوق ومن تحت شغليها من فوق ومن تحت. لو الفرن عندك بيشتغل من تحت بس، هتشغلي من تحت على نار وسط زي النار بتاعه الكيك، مش هتعلي النار خالص على درجه 180 او 170. واول ما تاخد معاكي لون هتروحي قلباها وتروحي منزلاها تاني في الصينية تاخد لون. لو حسيتي ان السمنة قليلة مثلا في القعر، هتحطي شوية. وزي ما انتم شايفين طلعت بالشكل الحلو ده، واخده لون من كل الاتجاهات. بس طبعا عشان انا مش بخبي عليكم حاجة، اتلسعت سنة من الجنب، هشيل كل ده لانه بيبقى ممرر. ممكن تفركيها كلها على بعضها مش هيبان قوي، بس لا ابدا ابدا. شلت الحتة دي وكسرتها، وبدأت جبت المدق بتاع اللحمة ده وكسرتها كلها كلها، علشان خاطر تبقى مفرفتة او مفرفطة كده، او تبقى محمرة. في من الكنافة دي بيتباع جاهز، انا معرفش الصراحة سعرها ايه، بس بتبقى عاملة شبه الشعرية الناشفة كده، ما حبيتهاش خالص، بس بيتباع منها برضو جاهز. هجيب نص كيلو من اللبن، وهبتدي ان انا احطه هنا معايا في البولة. زي ما انتم شايفين كل الكمية هحطها اللبن. بعد كده هضيف عليها 2 صفار بيض، وزي ما انتم شايفين كده ال2 صفار بيض مهمين جدا. وطبعا بما اننا حطينا بيض لازم هنحط فانيليا. هحط باكت من الفانيليا، وهقلب كل الحاجات دي بسرعة. انا كده مولعة النار هادي خالص، وبدأت ان انا اقلب كل الكمية على طول في نفس الوقت، ما عملتهمش بره. بعد كده ضفتهم لان اللبن كان لسه ساقع. لو اللبن سخن ممكن البيض يبقى يكتل معاكي كده، بس انا لبن معايا كان لسه ساقع اهو. باكد عليكم تاني، اللبن لازم يبقى ساقع عشان تعمليهم كده على النار. لو اللبن سخن معاكي، هتقلبيهم بشوية مية بره اللبن، وبعد كده تبدأي ان انتي تحطيهم هنا. وهنا حطيت معلقتين صغيرين من الكاستر، وحسيت انه هيبقى خفيف شوية، فرجعت ضفت عليهم معلقة كمان وبس. هقلبهم كلهم برضو كويس، وبعد كده هفضل واقفة عليهم، مش هسيب ايدي منهم على النار. تقريبا بياخدوا 10 دقايق لحد ما يغلوا، والقوام بتاعهم
يبقى ايه، يبقى سميك. بس عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا، ان ضروري ان الكاستر يبقى معاكي متماسك شويه عشان خاطر ما يطريش معاكي الكنافه. وبعد ما هنخلص كل الحاجات دي هنعمل طبقات من الكنافه اللي كسرناها، وهنبدا ان احنا نحط عليها شربات. طبعا ده لو بتحبوا الحاجه مسكره، لو مش بتحبوا الحاجه مسكره استكفوا بان انتوا تحطوا التوبينج او الشوكولاته على الكنافه او على الكريمه اللي احنا عملناها. هي كريمه مش كاستر خالص، جربوها بالبيت بجد بتبقى طعمها حلو قوي. بس زي ما انتم شايفين هتعمل معايا ما شاء الله الكمية كلها، هتعمل معايا 12 كاس بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وكان الكاس ما شاء الله كان مليان على الاخر. هنعمل منها بالشوكولاتة او بالنوتيلا. جبت شوية من النوتيلا وحطيت عليهم معلقة خفيفة من الزيت، زيت يكون خفيف وطعمه حلو وملهوش ريحة. وبعد بدأت ان انا سخنتها في الميكرويف، وهحط الكاستر هحطه في كيس حلواني، وهحطه طبقة فوق الكنافة، وبعد كده طبقة من الشوكولاتة او طبقة من توبنج الفراولة. وبعد كده هحط كل الحاجات دي على بعضيها طبقات كده زي ما انتم شايفين، وهزين بالشوكولاته من فوق او بالنوتيلا. وبس كده بتبقى وصفه سهله وسريعه ولذيذه وحلوه قوي قوي. لازم تجربوها ان شاء الله تعجبكم جدا باذن الله.